من كل الوصفة على باب التمويل، فكر ثورتنا على ضربنا أمشينا واسمع قضيتنا. هيو بدينا هيو بدينا وبلدنا الدم وعدينا بعدك تتخدى وتجيب. الثورة، نعم إنها الثورة المستمرة التي قيل عنها إنها وجدت لتبقى وتنتصر. إنها ثورة المستحيل، إنها التعبير عن الإرادة الشجاعة والتي عاكست التيار. إنها فتح، إنها الرصاصة التي مزقت الصمت وأضاءت عتمة الليل الحالق. انطلقت فتح لتعيد الهوية المفقودة بفعل النكبة وواقع التشريد والتشتيت لشعبنا، بفعل صمت العالم عن جرائم إسرائيل بحق الأرض والإنسان. انطلقت لتفجر بركان الغضب وتزرع الأمل والإيمان بحتمية الانتصار وتحقيق أهداف شعبنا الوطنية. خاضت فتح أشرف مراحل الكبرياء الفلسطيني وأشرس معارك الإباء دفاعا عن شعبنا وعن القرار المستقل، فقدمت الآلاف من الشهداء على مذبح الحرية والاستقلال. هذه الحركة لا تخاف من الكلمات ولا تخاف من الشعارات. هذه الحركة تعرف أين مصلحة هذا الشعب وتعرف أين مصلحة هذه الأمة. هي تعرف أين أصدقاؤها وأين أعداؤها وأين تحالفاتها، أين أعداؤها في هذا العالم العربي وأين أعداؤها في هذا المعسكر العالمي. هي تعرف الأصدقاء والأعداء وتعرف كيف تتعامل معهم، وليس عندها نقطة نقص في التعامل مع أحد في هذه الدنيا. هؤلاء الذين قدروا نحبهم، هل نتركهم ونقول يئسنا من هذا الواقع العربي، يئسنا من هذا الواقع الدولي؟ دائما كان هناك شيئا يشدنا، هؤلاء الشهداء، هذا الدم الزكي، من أول شهيد إلى أمير شهدائنا أبا جهاد. قدمت فتح قادتها حتى قيل أن عدد شهداء اللجنة المركزية قد شكل النصاب القانوني، فمنهم عبد الفتاح عيسى الحمود وأبو صبري وأبو يوسف النجار وكمال عدوان إلى أبو جهاد وماجد أبو شرار وأبو إياد وأبو الهول وخالد الحسن وصخر حبش إلى الرمز الخالد والساكن فينا ياسر عرفات. أن ثورتنا الفلسطينية ستظل مشتعلة لهابة حتى التحرير والنصر إن شاء الله. لقد خاضت فتح معارك عسكرية عديدة وإلى جانبها كل فصائل العمل الوطني بإطار منظمة التحرير، حتى أصبح رأس المنظمة مطلوبا لإسرائيل وأعوانها، فبحثوا عن كل الوسائل لإنهاء دورها ولم يفلحوا، وكل ذلك بفعل وعي شعبنا الملتف حول المنظمة وغير الآبه بالمغريات والأضاليل الهادفة إلى تخليه عن المنظمة وعن فتح. أي بلد إنها تقاوم، فإحنا مقاومة داخلية، ولما نعمل عملية يصدروا بيانات ضد واستنكروا، ولكن من حقنا إحنا في ذات الأراضي المحتلة أن نقاوم. كما هو معلوم لكل بنات وأبناء شعبنا بأن حركة فتح هي صاحبة المبادرة لتأسيس الثورة الفلسطينية المعاصرة، وهي كانت وما زالت تتحمل المسؤولية الأولى لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني. تقريبا هي الأساس في الشعب الفلسطيني. حركة فتح بتظل حركة رائدة في المجتمع الفلسطيني، ما حدا بقدر يزود على حركة فتح في الموضوع هذا. كل الشعب الفلسطيني بيعرف انه فتح هي الثورة. أدمي حركة فتح، أنا شايف فلسطين بحركة فتح. هي حامية المشروع الوطني الفلسطيني، السلطة الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية والثورة الفلسطينية هي اللي قادتها حركة فتح. حركة فتح هي الأساس، كانت وما زالت وستبقى هي العنوان للشعب الفلسطيني، هي العنوان للعطاء، هي العنوان لكل التضحيات، لكل البطولات، لكل العمليات اللي صارت مع الجانب الإسرائيلي.
أدركت فتح أن العمل العسكري لوحده في مرحلة التحرير غير كاف، ولا بد من النضال الدبلوماسي والسياسي، حيث تعاملت مع المتغيرات السياسية والدولية. وكانت اتفاقية أوسلو التي أنشئت من خلالها أول سلطة وطنية على جزء من الأراضي الفلسطينية، وخاضت خلال المرحلة السابقة معارك متنوعة عنوانها الصمود في المحطات المفصلية في مفاوضات واي بلانتيشن وكامب ديفيد. وكانت الانتفاضة والحصار واستشهاد رمز الشعب ياسر عرفات. اللهم يا رب، اللهم يا رب الكون، أطعمني أن أكون شهيدا من شهداء القدس. عشق الشقايق يا رفايق ودعوا الموت كان رفيق، كل الخلايق بالحقايق يشهدوا لما الكرامة تفيق. عشق الشقايق يا رفايق ودعوا الموت كان رفيق، كل الخلايق بالحقايق يشهدوا لما الكرامة تفيق. زيشتي بابك من شبابك ما انحنوا إلا لرب الكون، يعلى صحابك فوق سحابك أمنوا يتكون يا ما تكون. عشق الشقايق يا رفايق ودعوا الموت كان رفيق، كل الخلايق بالحقايق يشهدوا لما الكرامة تفيق. عشق الشقايق يا رفايق ودعوا الموت كان رفيق. لم تقف الأمور عند هذا الحد، حيث قاد الربان أبا مازن السفينة في ظل اضطراب البحر وملاحقة القراصنة، إلا أنه استطاع وبكبرياء العبور بها باتجاه شاطئ الأمان نحو الحرية بإذن الله. وكانت معركة الأمم المتحدة والخطاب الجريء المعبر عن إرادة شعبنا. إخوتي ارفعوا رؤوسكم فأنتم فلسطينيون. لغيرها ولجيشها المقدام صانع عودته، أنا ابن فتح ما هدفت لغيرها ولجيشها المقدام صانع عودته. فهي التي صنعت في شعبي ثورة، فهي التي صنعت في شعبي ثورة.